هعلمكم كل موضوع الفيلانز باستخدام سويتش واحد بس. طبعا في الحالة دي لازم السويتش ده يكون layer 3 لأن احنا عارفين إن الفيلانز فيها جزء سويتشنج اللي هو بنقسم فيه السويتش أو البرودكاست لأكتر من شبكة. بعد كده في جزء الراوتينج اللي هو إزاي أخلي الأكتر من شبكة دول يكلموا بعض أو يشوفوا بعض. أول حاجة خالص تعالوا نختار ال IP addresses اللي احنا المفروض هنديها لليوزرز واللي كمان هنديها كجيت واي عند الراوتر أو عند اللاير 3 سويتش. خلونا في الديزاين ده نقول إن احنا هيكون عندنا 2 فيلان وخلونا نسميهم مثلا فيلان 100 وفيلان 200. وتعالوا نقول إن فيلان 100 هتاخد من بلوك الاي بيهات 10 مثلا 110/24 وخلونا نقول برضو إن فيلان 200 هتاخد من 20/110/24. أنا هنا اتعمدت إن احنا نشتغل بسبنتس عادي عشان تشوفوا الموضوع برضو بيمشي ازاي. خلونا دلوقتي نبتدي ندي IP addresses لليوزرز علشان خاطر نقسمهم في شبكتين مختلفتين. انت اللي بتحدد اي يوزرز بيبقوا مع بعض في شبكة واحدة. انا هنا هقول انه PC0 ده في فيلان 100 وكمان PC1 هقول ان هو في فيلان 100 اما PC2 هعمله ان هو في فيلان 200 وPC3 هيكون في فيلان 200. الموضوع كله بتاعك، يعني لو انت عايزهم كلهم في شبكة واحدة دي حاجة انت حر فيها تماما. هنبتدي بقى نعدي على اليوزرز وندي كل واحد IP من الشبكة اللي احنا اخترناها له. خدوا بالكم هنا ان احنا لازم نغير الماسك لان احنا قررنا ان احنا نشتغل بسبنت، فالماسك بتاعي 24 مش 8. وهنا المفروض ندي الاي بي اللي هيشتغل جيت واي، متعارف عليه انه الجيت واي بيكون اول اي بي في الشبكه. فلو جينا هنا كده مثلا هنقول ان شبكه ال10 هنختار لها جيت واي 10/111/10 وشبكه ال20 هنختار لها جيت واي 20/111. وبكده يبقى هو ده اللي المفروض بيبقى الجيت واي عند اليوزرز، ولما بيبقى عندي لاير 3 ديفايس بيكون هي دي الاي بيهات بتاعته. ناخد بالنا جدا من الكلام ده. فاحنا قررنا هنا ان ده هيكون الجيت واي 10/111. هنبدأ نكرر الكلام ده على اليوزر التاني اللي في نفس الفيلان. هنا برضو ده في فيلان 100 فهندخل برضو نديله اي بي ادرس من فيلان 100 وكمان نغير له الماسك. الشبكة التانية بقى ناخد بالنا ان احنا لازم نغير الاي بيهات لان دي في فيلان 200 فالبداية بتاعتي ب20 مش ب10. شبكة تانية خالص فسبنت تانية خالص. دلوقتي يا جماعة وعلى الوضع الحالي المفروض ان الناس اللي في شبكة واحدة بيكلموا بعض، اما الناس اللي في شبكتين مختلفتين مش بيكلموا بعض. خدوا بالكم من الحتة دي برضو كويس جدا. يعني انا لو جيت من اليوزر اللي في فيلان 100 عملت منه بينج على اليوزر اللي في فيلان 100 برضو هيرد عليه، انما لو عملت بينج من اليوزر اللي في فيلان 100 على اليوزر اللي في فيلان 200 مش هيرد عليه، لان لحد اللحظة دي احنا على فكرة حتى لسه ما عملناش حركة السويتشنج ولا الراوتنج. تعالوا نتفرج. فلو جيت كده قلت له بينج على 10/111/200 هلاقيه بيرد عليا تمام مفيش أي مشكلة. أما لو جيت قلت له بينج على 20 بقى 1/100 مثلا هلاقي هنا إنه مش هيكون في رد. زي ما انتوا شايفين مفيش رد خالص من ال20/111/100 لأنه ده في شبكة تانية وانت لسه ما عملتش الشغل خالص. ولحد اللحظة اللي احنا فيها دي كل اليوزرز في فيلان واحد. زي ما احنا شايفين السويتش بتاعنا مش معمول له configuration خالص، هنقول له no عادي جدا enable وخلونا نقول له show VLAN. وريني كده الفيلانز اللي عندك دلوقتي. هنلاحظ يا جماعة ان احنا عندنا VLAN 1 موجودة وVLAN 1 دلوقتي جواها كل البورتات بتاعة السويتش كلها، فيعتبر لحد اللحظة اللي احنا فيها دي كل البورتات بتاعة الشبكة كل اليوزرز اللي في الشبكة موجودين في نفس الفيلان، موجودين في نفس البرودكاست دومين. المفروض بقى ان احنا نبتدي نقسم البرودكاست دومين ده لاتنين برودكاست دومين جداد، وهنسيبنا خالص من فيلان 1 دي مش هنشتغل عليها اساسا، احنا هنخرج منها البورتات وهندخلها جوه الفيلانز الجديده بتاعتنا. بس الاول لازم نعمل الفيلانز الجديده لان زي ما انتم شايفين في جدول الفيلانز مفيش اصلا فيلان 100 و200، فنقول له الاول فيلان 100 واكزت وفيلان 200.
بعد كده المفروض ان احنا لو كان في سويتشات تانية نعمل حركة الترانك، ولو حابب ان انت تعمل حركة الاكسس على البورتات بتاعة اليوزرز. بس اوريدي بورتات اليوزرز اكسس لانه اليوزر بيبقى بيصدر الاكسس مود للبورت، فمش محتاجين نعمل الحركة دي. كل الحركة المطلوبة دلوقتي ان البورتات 0 على 1 و0 على 2 ندخلهم في فيلان 100 و3 و4 ندخلهم في فيلان 200. دي حركة وخطوة أساسية جدا جدا. فهنيجي من السويتش بتاعنا وهنقول له بالنسبة للانترفيس رينج بتاع فاست ايثرنت 0 على 1 و2 ده أنا عايزة أدخله سويتش بورت اكسس في فيلان 100 واكست. وأما بالنسبة للرينج التاني اللي هو 0 على 3 لغاية 4 ده أنا عايزة أدخله في فيلان 200. كده انت بقى عندك 2 برودكاست دومين، بمعنى اصح ان انت دلوقتي السويتش بتاعك بقى عبارة عن سويتشين منفصلين تماما، كأنك عندك 2 سويتش مش واصلين ببعض بكابل حتى. لو انت دلوقتي جيت قلت له شو فيلان هتلاحظ ان بقى عندك فيلان 100 و200 وكأن ده سويتش وده سويتش، وعندك دلوقتي فيلان 100 جواها البورتات 1 و2 وفيلان 200 جواها البورتات 3 و4. حاليا برضو مفيش بينج بينهم لان انت دلوقتي اشتغلت على مستوى لاير 2 يعني على مستوى السويتشنج، فبقى عندك 2 سويتش منفصلين. بس لحد دلوقتي انت ما اشتغلتش على خطوة الراوتينج، يعني الاثنين سويتش دول مش بيكلموا بعض خالص. فلو جينا دلوقتي نعيد حركة ان انا اعمل بينج من اليوزر لليوزر اللي في شبكة تانية خالص، هلاقي لحد اللحظة اللي احنا فيها دي لسه مفيش رد. يعني بينج على 20 1 1 100 اهو، لسه لحد دلوقتي مفيش رد. هنبدأ بقى دلوقتي نعمل حركة الراوتينج. زي ما قلت لكم اللاب ده احنا هنشتغله على سويتش واحد بس، فمش محتاجين ان احنا نظبط راوتر منفصل او نجيب سويتش لاير 3 جديد او اي حاجة. ليه؟ لان انا اوريدي عندي سويتش لاير 3 انا شغالة عليه، فالسويتش لاير 3 يقدر يعمل لي الانتر فيلان راوتينج عادي جدا. لو كان سويتش لاير 2 في الحالة دي لا، كان هيبقى كلام تاني، كان هيبقى محتاج لاير 3 ديفايس جديد عشان يقدر يعمل لك الراوتينج. برضو بما اني عندي لاير 3 سويتش فانا مش محتاجه حركه ان انا اجيب راوتر منفصل، راوتر اون ستيك مثلا عشان يعمل لي الراوتنج. لا، هو نفس السويتش بالظبط اللي عمل لي حته السويتشنج هو نفسه برضو اللي هيعمل لي حته الراوتنج. هنا بما اني هستخدم لاير 3 سويتش فهنشتغل على حاجه اسمها الاس في اي او اللي بنقول عليها السويتشد فيرتشوال انترفيس. هندخل من السويتش وهنبتدي نكرييت الاس في اي. بنكرييت اس في ايز بعدد الفيلانز اللي عندنا، يعني احنا عندنا 2 فيلان يبقى هيبقى عندي 2 اس في اي. الاس في اي بتاخد الاي بي الجيت واي، يعني هدخل اقول له انترفيس فيلان، فيلان كام بقى؟ برقم الفيلان، انا عندي فيلان 100 يبقى انترفيس فيلان 100. هتفتح وتعمل وبتاع، وبما ان الفيلان معمول لها كرييت اصلا على السويتش فهي بتبقى اب. خدوا بالكم لو انت كنت استعنت بسويتش منفصل كان لازم برضو انك تكرييت الفيلانز. دلوقتي هبتدي اقول له على طول اي بي ادرس، وخد بالك جدا الاي بي اللي المفروض تحطه هنا لازم يكون الجيت واي اللي انت حطيته لليوزرز، اللي هو بالنسبه لفيلان 100 هو ال 10 1 1 1. فهاجي هنا كده اقول له اي بي ادرس 10 1 1 1 بالماسك بتاع الشبكه اللي انت مستخدمه اللي هو 24. اكزت بقى، وبعدين تعمل واحده تانية اس بي اي تانية لفيلان 200 وتقول له برضو اي بي ادرس الجيت واي بتاع فيلان 200 اللي هو 20 1 1 1. كده انت تفتكر انك خلصت وتيجي دلوقتي تجرب البينج اللي ما كانش شغال بين الناس اللي في فيلان 100 واللي في فيلان 200 هتلاقيهم ما بيردوش على بعض برضو. ليه بقى مع انك خلاص عملت الجيت واي والسويتش شغال والدنيا فل المفروض؟ قالك علشان السويتش ده باي ديفولت ما بيعملش راوتينج. ايه اللي يخلي جهاز يعمل راوتينج؟ اللي يخلي جهاز يعمل راوتينج ان يبقى عنده راوتينج تيبل. فالسويتش ده باي ديفولت ما بيكريتش راوتينج تيبل. انت اديته اي بيهات وكل حاجه، بس الاي بيهات دي مش بيعمل عليها حسابات ولا بيربطها بقصه ان يبقى عنده راوتينج تيبل ويستلم من الناس اللي في الشبكه 10 ويسلم في الناس اللي في الشبكه 20. ما عندوش هو القصه دي. ليه؟ لأنه سويتش مبدئيا بيكون لاير 2. طب ما انت قلتي انه لاير 3، في الإمكانية انه يبقى لاير 3.
ففاضل امر واحد بس عشان القصه دي تشتغل، انك لازم تيجي على اللاير 3 سويتش وتقول له اي بي راوتنج، اللي هو الامر اللي بيخليه يقدر يبني راوتنج تيبل. وبما انه بنى راوتنج تيبل فيقدر ان هو يستلم من شبكه ويسلم في شبكه تانية خالص. لو جينا دلوقتي كررنا البينج اللي من فيلان 100 لفيلان 200 فرد تمام، ودلوقتي الداتا رايحه من فيلان 100 لفيلان 200 طبيعي جدا، وكده يبقى اللاب بتاعك اشتغل. هنا عندي ملحوظة مهمة جدا بتلخبط ناس كتير، بيفتكر ان اللاير 3 سويتش بما ان انا خلاص شغلته راوتر وعملت له اي بي راوتنج ان خلاص ما بقاش ينفع ان انا اشغله سويتش. لا، هو في الحقيقة هنا انت مشغله سويتش جدا، ده هو فيزيكالي سويتش والبورتات بتاعته بورتات سويتش واكسس وصل لها يوزرز، بس قصة الاس بي اي هي اللي بتعمل راوتنج. فالسويتش ده تقدر ان انت تقسمه في نفس اللاب يشتغل شوية سويتشنج وشوية راوتنج، المهم ان انت تعمل ديزاين مظبوط وكونفيجريشن مظبوط. لو انتوا عايزيني اعمل لكم لابات اكتر تتضمن اللاير 3 سويتش اكتبوا لي في الكومنتس سواء على القناة او على الفيسبوك، ويا ريت تعملوا لي لايك وشير كتير عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. واحب افكركم ان طول شهر سبتمبر في خصم 50% على الكورسات الكاملة المسجلة. دي كورسات كاملة يا جماعة، مش فيديوز اليوتيوب، دي بتبقى الكورس كامل بالترتيب بكل مواضيعه بكل تفاصيله. هنا زي ما انتم شايفين دي لابات افكار معينة ببقى عايزة اعرفكم بيها. فل. فشكرا ليكم وجود لك.